أرني سلوت مدرب شهر أغسطس هو يعتلي صدارة ترتيب البريمير ليج الآن بعد 4 جولات على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز. 12 نقطة كاملة بالنسبة لهذا المدرب، حيث سجل العلامة تغلطت في الاسم. سجل العلامة أرني لاكي مش أرني سلوت. أرني لاكي. أرني المحظوظ يعني، مش أرني سلوت. لكن مدرب شهر أغسطس وسعيد وفرحان وركلة جزاء مستحقة. هدية من هاني باع. يلا بينا. هاني باع لمين؟ حد بيعمل كده؟ هذا هو الترتيب مشاهدينا الاعزاء. ليفربول في الصدارة 12 نقطة لأرني سلوت، يأتي من خلفه أرسنال وتوتنهام. بورنموث يلعب حتى الآن بشكل مميز ب9 نقاط، تشيلسي 8 نقاط، 7 نقاط لإيفرتون وساندرلاند، كريستال بالاس ب6 نقاط، 5 نقاط لكل من نيوكاسل يونايتد وفولام. طبعا هذا ما حققه ليفربول في ملعب تيرف مور، هذا ما تسبب به حنا بعل. دكتور، ركله الجزاء صحيحه طبعا بكل تاكيد، فبالتالي ان ركله الجزاء بالنسبه لصلاح في هذا الوقت من الصعب جدا انه يضيع هذه الركله، يجب تركيز اكثر واستطاع يسجل هدف. 3 نقاط مهمه جدا من ملعب صعب، من ملعب عانى فيه ليفربول، عانى فيه كثير جدا بعد العوده من الاستحقاق. فعملية تنفيذ محمد صلاح تشعر بأنه متعطش للتسجيل. هو طبعا يعني قوية في الزاوية خلاص، يعني آخر دقيقة وركلة جزاء فيها 3 نقاط ومهمة من ملعب صعب صراحة. سكوت باركر لعب مباراة كبيرة مع بيرلي، لعب مباراة كبيرة، تنظيم دفاعي كان محكم جيد، لكن بكل تأكيد بعض الأحيان تحتاج تركيز أكثر. مثل دائما الخطأ ممنوع أمام فريق مثل ليفربول، فما بالك ركلة جزاء لصلاح في الوقت الأخير. أعتقد أن 3 نقاط مهمة بالنسبة لليفربول في المرحلة القادمة لعملية تصدر الدوري. انتصار مستحق؟ لا، يعني كان يستحق التعادل أم الخسارة؟ التعادل على الأقل المجهود اللي بذله بيرلي، إنما الكرة ما بتعترفش باللي أنا بقوله. أحيانا بعض الأخطاء الكبيرة تكلف الفرق. يعني مفيش حد في منطقة الجزاء بيدي الكرة ظهره أو بيدي المساحة دي بالنسبة للفريق. أي نعم، ليفربول اتحسن الشوط الثاني من الإيقاع السريع، تسديدات سوبوسلاف وجوده في نص الملعب، برادلي في ناحية اليمين، شكل الفريق بقى أسرع، شكل الفريق بقى فيه فاعلية في بعض الأحيان في منطقة الجزاء، بقى عندهم صبر في بعض الأحيان، بيحرك المنافسين أحسن من الشوط الأول. فأعتقد إن هو الشوط الثاني كان نوعا ما أفضل، إنما الترجمة الأفضلية دي بنتيجة 1-0 بعد الدقيقة 90 في منطقة الجزاء بضربة جزاء، أعتقد إن لا تعكس الجودة الموجودة بالنسبة لليفربول. وأنا ما زلت قلت إن أرني سلوت أو أرني لاكي لن يتعامل مع النجوم. أحيانا النجوم بتبقى لعنة على المدربين. العدو الأول لليفربول هو مدربه، العدو الاول لليفربول هو مدربه، لان مش على الورق بطل الموسم الماضي. ايوه، ما انا قام بتغييرات مميزه في الشوط الثاني ساعدت الفريق اكثر. يا راجل التغييرات دي انا اعملها. عنده الفرقه، لا يعني فريمبونج، برادلي، منزل ريو، فريمبونج اخر 5 دقائق، اخر 4 دقائق تطلع ايكيتيكي اللي كان كويس وتنزل كيزا. لكن ما انا هقول لك لكن النتيجه جت والثلاث نقط كسبهم ويقول لك 12 نقطه، انما علامه استفهام على الاداء. الفريق ده ياخد 3-4 مستريح لو في طبيعه اللعيبه بطبيعتهم والتعامل افضل من كده بالنسبه للفريق. فانا اشوف ان هو كسب 14 نقطه، 12 نقطه من 4 ماتشات. ورينا نفسك قدام اتلتيكو مدريد، لان الاداء ده قدام اتلتيكو مدريد هتعاني، ودخلنا في مرحله الجد بالنسبه للفريق. فانا اشوف في الاخير النتيجه بتغطي على كل السلبيات، وطالما السلبيات موجوده وانت بتكسب علاجها اسهل، انما الفريق عنده افضل من كده بكتير. طيب كيف ترد على هذا السؤال؟ مرحله الدوري الموسم الماضي، متصدر مرحله الدوري، بطل الموسم الماضي، مدرب شهر اغسطس أرني سلوت، حتى الان معتلي صداره الترتيب، وفي نفس الوقت كابتن تقول لي محظوظ. ايوه محظوظ، يعني الان يؤدي مع ليفربول بشكل مطلوب. محظوظ، اضاف له صفقات ب5 مليار. محظوظ لانه جه في توقيت النادي عنده المقدره الماليه انه يجيب صفقات. جه في فتره الموسم اللي فات جوارديولا في اسوأ فتراته،
ارتيتا لم يقم بالصفقات المطلوبه. الموسم ده هيبقى موسم مختلف مع الصفقات الكبيره. لازم نشوف اداء افضل من كده بكتير. دخل نص مليار على فرقه كسبانه الدوري. الدوري مش هيبقى نجاح بس، الدوري ودوري الابطال والبطولات الثانيه، لان الفرقه دي عندها المقدره ان تاخد 3 بطولات او 4 بطولات على الاقل في موسم. طبعا انت ما تحب تعلق، انتم دائما مشكلين ثنائي. ليش ما قلت لك؟ لا قلت لك انت قلت لي محظوظ. لا وانا قلت محظوظ. انت سالتني اول شيء. لا انا قلت لك 3 نقاط مهمه للصداره. صحيح. اي لكن تعقيبك على كلام انت لازم، لا انت خليك نفس جوارديولا. لا شوف، يعني عند جوارديولا الذكاء في اداره الموقف. لا الحين انا لا الحين شوف ما ترميش حاجه لا شوف الحين لا العباس وتروح هناك. ايوه لا العباس تعال. لا انا جاي، هو انا جايك في الكلام. الحين انت ما تبي تعقب على كلام كابتن محمد؟ يعني انت توافق الراي في انه هو حر، هو حر. محظوظ. لا بس اسال مجرد كابتن سؤال. محمد له وجهه نظر. انا قلت لك بدايه بين الشوطين ان وضع الفريق هجوميا مؤشر خطر. نعم. انه ما استطاع انه يوصل بسبب المدرب، ما وصل الا عن طريق روبرتسون الظهير. طيب انا اسالك الفريق سؤال. عنده مشكله في طيب. الجانب الهجومي ووضحت اليوم، لكن انك تفوز بهذه الطريقه فهذا شيء ممتاز. دكتور لو سمحت بسالك سؤال. تفضل. ارني سلوت محظوظ ولا لا؟ كل مدرب محظوظ. كل مدرب يحتاج الحظ. لا انت ما يصير تخليها عايمه. لا انا اقول لك كل مدرب. لا انت عطني لا محظوظ غير محظوظ. هذه الاجابه مو منطقيه. ما في مدرب يقعد في البيت ويفوز انه محظوظ. انتم مشكله بصراحه، انتم دائما مع بعض صعب ادخل بينكم. لكن قلت لك انت خليك نفس جوارديولا، اداره الموقف، تعرف شو تدير الموقف. بس انت تعرف تدير المواقف احسن مني. لا لانه هو رمى الكوره وشعللها بيننا. لا والله انا ما رميتش حاجه. لا انت مش ملزم بقراري او بتحليلي او بوجهه نظري، ممكن تبقى غلط. في النهايه انت ايش رايك؟ ايش سميت انت؟ هاني بعد. انا بعد. انت ايش رايك؟ ما قلت لي. انا رايي اني اروح فاصل. يلا بينا مشاهدينا الاعزاء ونواصل، ابقوا معنا.